الشخصية الخامسة الدكتور بهجت محمود جنيد حفظه الله. الدكتور بهجت بن محمود جنيد ولد في مكة المكرمة عام 1370، درس فيها المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ثم انتقل إلى الطائف ودرس فيها المرحلة الثانوية. انتقل بعدها إلى جامعة الملك سعود حيث حصل على بكالوريوس في الاجتماعيات، ليعود للطائف ويعمل كمعلم ثم مدير لثانوية الحوية. ابتعث بعدها إلى أمريكا ليحصل على درجة الماجستير في الإدارة التعليمية، عمل مديرا لمدارس الهيئة الملكية بينبع، ثم انتقل بعدها مديرا لتعليم محافظة العلا. صدر قرار بتعيينه مساعدا لمدير التعليم بالمدينة ومديرا للشؤون الفنية فيها، ثم تكليفه بمدير الإدارة العامة للتعليم، ثم مديرا لها لأكثر من 15 عاما. حصل على درجة الدكتوراه في الإعلام التربوي عام 1424 من جامعة الإمام محمد بن سعود. يعمل حاليا مشرفا على كليات الريان بالمدينة المنورة حفظه الله. الشخصية الخامسة المكرمة الدكتور بهجت محمود جنيد.